هنعمل النهارده مع بعض حلو سريع وعلى البارد، مش هياخد مننا وقت، مش هنقف في المطبخ كتير. طبعا احنا زهقنا بقى من الكنافه التقليديه، فهنعمل النهارده حلو كده سريع، مش هياخد مننا وقت خالص في المطبخ. هجهز بقى باكيت جيلي، اي نوع جيلي احنا نحبه، بس طبعا انا افضل الفراوله. طبعا هعمله بالتعليمات اللي موجوده على الكيس او العبوه. وبعد كده هفضيه بقى في الاطباق وادخله التلاجة يجمد، هيقعد حوالي من ساعتين لثلاث ساعات. وبعد كده هجهز بقى الحليب. هيبقى عندنا كوبايتين من الحليب، عليهم معلقة نشا، معلقة دقيق، صفار بيضة، معلقتين سكر، واخدهم على النار كده، اقلبهم الاول على البارد واخدهم على النار. وبعد كده هنزلهم في طبق يبردوا. طبعا هكون ضفت فانيليا وهضيف كمان مكعب من الزبدة، وهغطيهم بستريتش علشان خاطر ال ال الكريمة ما تعملش طبقة معانا او وش. طبعا كده بعد ما الكريمة بردت تماما تماما، هضيف لها حوالي معلقتين من الكريم شانتيه، وهضربهم كده بالمضرب زي ما انتم شايفين. الكريمة اهي، هفضيها بقى في اكياس. طبعا الجيلي كان جامد، هبدأ بقى ان انا اعمل اول طبقة اللي هي الكريمة، وبعد كده هفردها بمعلقة او باي أداة عندي. وبعد كده زي ما شايفين كده عملت طبقة الكريمة. بعد كده هيكون عندي بقى كنافة طبعا دي انا محمصاها في الفرن بزبدة او بسمنة بلدي. طبعا انا حطيت هنا معلقة فراولة، معلقة مربى فراولة. طبعا ممكن نستغنى عنها، بس عايزة اقول لكم حلو جدا الميكس، لان طبعا الكنافة ما فيهاش شربات، والكريمة زي ما انتم شايفين سكرها خفيف، والجيلي بدون سكر. فعايزة اقول لكم طعمها كان تحفة بصراحة. زي ما انتم شايفين كده اهو، عملت طبقة الكنافة، وهرجع تاني اضيف اعمل طبقة كريمة. عايزه اقول لكم ان الكريمه من فوق ومن تحت ما بين الكنافه بترطب الكنافه وتخلي الكنافه حلوه جدا، هتعجبكم ان شاء الله. هبدا بقى افردها كده زي ما انتم شايفين، بفردها بالمعلقه. بس كده شايفين الطبقات، عايزه اقول لكم وهم بصراحه تحفه. هزينها بقى كده، انا هعمل الكنافه كده على شكل هلال، وهضيف قطعه من الفراوله وبس كده. وده كان الطبق بتاع النهارده، تحفه ان شاء الله يعجبكم.